اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. مهما نجدد في وصفات واصناف بنفضل برضو نحن للاكلات اللي كلنا اتربينا عليها واحنا صغيرين وتعودنا على طعمها وريحتها اللي كانت بتجيبنا من اخر الدنيا. هنعمل النهاردة بطاطس بسلق وليمون، ومش هنعملها على لحمة، احنا هنعملها على حاجة احلى من اللحمة. هنعملها النهاردة على كرشة، وكمان مش هننسى نعمل كوبايتين كده نرطب بيهم على قلبنا بعد الاكل. هنعمل الموز والفراولة بطعم جميل. اول حاجة هنا انا جهزت الكرشة، انا بجيبها بفركها على الناشف من غير اي مية بملح خشن ودقيق. بفركها كويس جدا جدا، وبعد كده بشطفها وببدأ اغسل فيها بليمون وطحينة، ممكن شوية جنزبيل لحد ما تبقى بيضة وزي الفل. وبقطعها قطع تكون اكبر من الحجم اللي احنا بناكله، عشان هي لسه هتكش عقبال ما تستوي. بتكون يا دوب على قد اللقمة او على قد المعلقة، مش بنحتاج بقى ان احنا كل شويه نفضل نمسكها بايدينا ونقطع، بتبقى جاهزه ومتقطعه على طول. في حله سخنه كويس جدا وفاضيه مفيش فيها اي حاجه، هنزل بالكرشه بتاعتي. والخطوه دي مهمه جدا وبتفرق في الاكله كلها وفي ريحه الكرشه خصوصا. كل ما تنزل ميه هاخدها اصفيها، وارجعها تاني في الحله زي ما انتم شايفين كده. هتنزل ميه تاني، كل ده على نار عاليه. باخد الحله اصفي الميه دي وارجع ارجعها تاني لحد ما عادتش تنزل ميه خالص. بعد ما خلاص ما عادتش بتنزل اي ميه، باخدها على مصفى واشطفها تحت الحنفيه بميه تكون بارده من الحنفيه بميه بس. وباخد الحله اغسلها كويس واملاها ميه، وتبقى دي الميه اللي احنا هنكمل فيها بقيه الاكله بتاعتنا. اول ما الميه تغلي هنبدا ننكهها ونبهرها باي حاجه انت بتحبيها. انا النهارده استخدمت جزر، ورق لوري، وحبهان، وكمان حطيت مكعب مرقه. وهحط شويه من السكر عشان يسرع عمليه السوى، وهحط شويه من الفلفل الاسود. انا هنا ضفت شويه من اللوري والحبهان والكبيبه صيني المطحونين، بصراحه بيفرقوا جدا جدا في ريحه وطعم الاكل وخصوصا الشوربه. هنزل بالكرشه كده، واول ما تبدا تغلي هوطي عليها النار وهسيبها لحد ما تستوي. بتاخد من حوالي من ساعة لساعة ونص، وده يرجع لحجم الذبيحة بتاعتنا. خلاص، أول ما الكرشة كده بتاعتنا استوت وبقت ريحتها قلب الدنيا زي الفل، طبعا ده عشان مشينا على الخطوات مظبوط. وأهم حاجة إن احنا نحطها في حلة ناشفة تنزل ميتها أكتر من مرة، ونرجع نشطفها. هنزل بالبطاطس. طبعا ممكن نستبدل البطاطس دي بالسلق بالقلقاس، بس انا استخدمت البطاطس بحيث ان هي متوفرة، اللي بنحبها اكتر، ناس كتير بتحبها اكتر من السلق، وكمان بيكون سعرها اقل. بهرت الشوربة بملح وفلفل اسود، وهسيب البطاطس لحد ما تخش في السوا. عقبال ما البطاطس تستوي يلا نعمل شوية رز حبة وحبة، احلى من الاكلة كلها. خلاص، انا هنا نزلت بشوية زيت، ونزلت بحوالي 3 4 معالق من الرز المغسول والمتصفي. اول ما ياخد اللون الذهبي ده هنزل ببقية الرز، هقلب كله كويس. انا عايزة الرز كله يسخن مع بعضه. ما ننساش نظبط الملح بتاعنا، واهم حاجة نحط مية الرز تكون سخنة. شوفوا مجرد ما هحط المية السخنة اللي هيبدأ عملية الغلوان ازاي، علشان الحلة سخنة والرز سخن، ما ينفعش نبرد ابدا بمية تكون باردة. اول ما الرز يتشارب هديله تقليبة، وهوطي عليه على نار هادية وهسيبه لحد ما يستوي. تعالوا بقى دلوقتي نرجع نشوف البطاطس بتاعتنا اخبارها ايه. خلاص هي بدأت تستوي اهي ودخلت في السوا. هبدأ احط لها عصير الليمون. بحضر كده كمية حلوة من عصير الليمون، 3 4 ليمونات كبار، لان بيدي طعم حلو جدا ومزازة للشوربة. فاكرين فيديو السلق اللي انا كنت نزلته ازاي نخزن السلق عندنا ويفضل من السنة للسنة احلى كمان من اللي بنعمله، اللي هو بنعمله في الزيت ونعينه؟ انا جبت هنا سلق، حوالي حزمتين من السلق، وعليهم حزمة من الكزبرة الخضراء. ممكن تضيفي الكزبرة الخضراء وممكن لا، بس بصراحة بتدي ريحة حلوة قوي مع السلق. بعد ما جمدتهم كده في الفريزر، انا بكون مجمداه اخضر زي ما هو فريش، بطلعه مجمد زي ما هو على الكبة. بمجرد ما احطه في الكبة بيتحول شبه رمل البحر كده، ما بيبقاش مكتل ولا اي حاجة. في مقلاية او حلة فيها معلقتين زيت ومعلقتين سمنة، بمجرد ما يسخنوا كويس انزل بالسلق بتاعي، وكل ده على نار عالية. طبعا السلق مجمد، فطبعا لو نزلته على الزيت والنار هادية هيخلي الزيت بتاعنا يبرد، والسلق هينزل كل ميته وهيبدأ يتسلق فيها مش يتحمر. كل ده على نار عالية علشان السلق ما يجيبش المية بتاعته. وهقلب فيه تقليبة واحدة وهسيبه.
من وقت للتاني هديله تقليبه، لان كتر التقليب برضو هيخليه ينزل الميه بتاعته لحد ما يبدا يتحمص. هنعرف ازاي ان اللي هو اتحمص؟ لونه هيغمق شويه، وكمان صوته في المقلايه واحنا بنقلبه هنحس ان هو بدا يخشخش كده في المقلايه ويبقى شبه مقرمش. نعرف كمان كده ان هو بدا يتحمر. وفي المرحله دي ما نشيلش ايدنا منه، لان ما بين ان هو يكون متحمر وما بين ما يكون محروق حاجه بسيطه. اول ما ياخد اللون الزيتي الغامق هنزل بمعلقه من الثوم المدقوق، وعليه معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وهقلب كل ده كده مع بعضه. مش عايزه اقول لكم جمال الريحه اللي طالعه. الاكله كلها مفيش فيها الا الخطوه دي، هي دي اللي قلبه المطبخ كله. اول ما ياخد كده اللون والتومه بتاعتنا تحمر، هنزل كده بكبشتين من الشوربه بطاطس وكرشه علشان اوقف عمليه تحمير السلق. وبعد كده هاخد اللي في المقلايه كله وهرده على الحله. طبعا البطاطس بتاعتنا كان لسه فيها تكه صغيره، فهبدا اديها غلوه واحده بس مع السلق علشان كلها تاخد اللون الزيتي الجميل. هولع عليها تاني تاخد غلوه، وبكده بقت الاكله بتاعتنا جاهزه. والله العظيم احلى اكله ممكن تدوقيها. مش لازم نعمل حاجات كتير جديده اصناف كتير جديده، برضو بيفضل الاكل اللي احنا اتعودنا عليه هو الطعم وهو الاساس. جبت هنا 3 4 فراولات كده وعليهم 70 موز، هقطع كله كده مع بعضه. ده بيبقى زي خشاف فواكه كده سريع، بيبقى حلو جدا في الصيف، وكمان بيكون سهل وما بنحتاجش نشتري حاجات كتير، بأقل حاجة بيعمل كمية كبيرة. قطعت الموز كده قطع صغيرة والفراولة، وجبت الكوبايات اللي انا هقدم فيها، وهبدأ اللي انا اوزع الفاكهة كده في الكوبايات. وكنت مجهزة كمان عصير فراولة خفيف جدا، يعني بعصر مثلا نص كوباية فراولة على كوبايتين مية. انا عايزة يدوب المية يكون لونها احمر فيها ريحة الفراولة، بس نكتر لها السكر عشان تبقى المية دي مسكرة. هنصبها كده على الكوبايات اللي فيها الفاكهة، وهنزينها بقى ممكن بكريم شانتيه، ممكن بنفس الفاكهة اللي احنا حاطينها، ممكن كمان نضيف مكعبات من التفاح والكيوي، بتبقى حلوة جدا. بس انا النهاردة حطيت فراولة وموز لان دول اكتر حاجة متوفرين. وبكده كان الاكل بتاعنا جاهز. ايه رأيكم بقى؟ وجبة ما اخدتش معانا ساعة، مش مكلفة، طعمها حلو جدا جدا جدا. لو عملتوها هتحسوا قد ايه ان انتوا كنتوا ظالمينها ونسيتوها. تعالوا مع بعض نفتكر الاكلات القديمة الجميلة دي، وبصراحة بتكون موفرة اكتر من الاكل بتاع اليومين دول. اكلة جميلة ومغذية مكلفتناش حاجة، وطعمها في منتهى الجمال. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. اسيبكم في امان الله، مع السلامة.